السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور رمضان خيري في فيديو جديد. طبعا كلنا أو معظم الناس، خصوصا الناس اللي بيشتكوا من مشاكل في الأنف، احتقان في الجيوب الأنفية، انسداد الأنف، مشاكل في التنفس، عارفين قطرة الأوتروفين. أوتروفين قطرة مزيل الاحتقان ونزلات البرد المشهورة جدا والناس كتير عارفاها، بس ناس كتير ما تعرفش إن القطرة دي ليها مشاكل كبيرة جدا. أول حاجة كده عايزك تعرفها إن القطرة دي الأوتروفين دي ليها طريقه وفتره استخدام. اولا هي جرعتها كل 12 ساعه، كل 12 ساعه في اليوم، ومده استخدامها من 3 ل 5 ايام. طبعا ممكن في ناس تسمع لاول مره عن الكلام ده، يعني ايه يعني من 3 ل 5 ايام؟ يعني بعد الخمس ايام ما استخدمهاش ازاي؟ ده انا ماشي عليها بقالي شهر، ماشي عليها بقالي سنه، ماشي عليها بقالي سنين، انا ما بنامش من غير الاوتروفين. ده طبعا حد من الناس اللي هيقول الكلام ده هو واحد من الناس اللي اصبحوا مدمنين على الاوتروفين، او اصبح ان هم خلاص ما بقوش يقدروا يعيشوا من غير الاوتروفين. ده ليه؟ ده لان الاوتروفين بعد ما كانت هي العلاج وهي الحل اصبحت هي المشكله، اصبحت هي المشكله. وده السبب اللي بنقول عليه او بنقول بسببه ان استخدام القطره دي من 3 ل 5 ايام، لان القطره دي مع الاستخدام المتكرر ومع الوقت والمدى البعيد بتعمل تلف في الانسجه المخاطيه في الانف، وهي اللي بعد ما بتفك الاحتقان بقت هي اللي بتعمل الاحتقان، وهي اللي بتعمل المشاكل المزمنه. علشان كده بتحتاج انك تزود الجرعه، بتحتاج انك تستمر عليها علشان خاطر تجيب معاك نتيجه. ودي مشكله ناس كتير ما بتدركهاش غير بعد ما تقع فيها وتقول لي يا ريتني عرفت من زمان. علشان كده الفيديو ده مهم جدا، لازم تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا اشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يجي لك كل الفيديوهات الجديده. المهم احنا عايزين حل دلوقتي. طب احنا ايه الحل بقى؟ يعني احنا دلوقتي خلاص ما كناش نعرف وبقينا دلوقتي فعلا من مدمنين على الاوتروفين وعايزين حل. الحل دلوقتي ان شاء الله بسيط خالص. هنستخدم بخاخه تصلح ما افسده الاوتروفين الى حد كبير بطريقه معينه لفتره بسيطه، ان شاء الله تجيب معانا مفعول ونتيجه مؤقته ودايما ان شاء الله. البخاخه دي اسمها ايه؟ البخاخه اسمها ازيلاست بلس، ازيلاست او ازيلاست بلس بخاخه. البخاخه دي ان شاء الله تساعد الانف واغشيه الانف ان هي تسترد قدرتها على العمل الطبيعيه، وتصلح طبعا المشكله اللي انت وقعت فيها بسبب الاوتروفين وتخلصك من ادمان الاوتروفين. طيب استخدامها ازاي؟ استخدامها كل 12 ساعه لمده شهر، او مره في اليوم لمده شهرين. لو انت هتستخدمها لمده 3 شهور لو شايف ان انت محتاجها مفيش اي مشكله، وتاثيراتها الجانبيه ضعيفه جدا تكاد لا تذكر، وسعرها بسيط خالص 69 جنيه ده لحد دلوقتي، لان طبعا محدش عارف دلوقتي الاسعار، ما بقتش ولا اسعار في الفيديوهات لان مش عارف وقت ما الفيديو ده يوصلك السعر ده هيكون كام. طيب اتكلمنا في حلقتين قبل كده او هنتكلم عن ازاي تحل طبعا مشكله نقص الادويه. ممكن تلاقي اللينك تحت في الوصف. نقص الادويه طبعا انتشر بشكل كبير، فاتكلمنا ازاي تحل مشكله نقص الادويه وازاي تلاقي ادويتك في اي صيدليه عادي جدا وميبقاش عندك ادويه ناقصه. واتكلمنا كمان عن مشكله الاسعار وزياده الاسعار وازاي تاخد دواك بارخص سعر طبعا من اي صيدليه. برضو الفيديو ممكن اشوفه لكم تحت في التعليقات او في وصف الفيديو. المهم النهارده احنا اتكلمنا عن مشكله الاوتروفين وازاي تحلها بالازيلاست بلس. طبعا تنبيه، لو انت لسه بادئ في الاوتروفين وقفها حالا. لو انت هتستخدمها في اي ظروف وفي اي وقت لازم من 3 ل 5 ايام، اكتر من كده هتكون هي المشكله بعد ما كانت هي الحل وهي العلاج. طبعا فيديو مهم جدا، اتمنى يكون يعني وصل لناس ولو حتى واحد يستفاد من الفيديو ده فتمام جدا. طبعا لو في اي سؤال يخص الاوتروفين او الازيلاست يا ريت تسيبوه تحت في التعليقات وانا ارد عليه بسرعه ان شاء الله. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وان انت تشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.